اليوم مع طلوع الضوء في مدينة حماة شاهدنا عمال البلدية وعمال النظافة كلياتها منتشرة على قلعة حماة عم تنظف الجبل. الله يعطيهم العافية من صغيرهم لكبيرهم، الله يجزيكم الخير ويوفقكم، لأن البلد ما بتتعمر غير تكون إيدنا على إيد بعض، ولكن الشعب هو الأساس. أنا بنتمنى من الشعب السوري عامة والحموي خاصة، بما أني أنا ابن مدينة حماة، حافظوا على نظافة بلدنا. النظافة من الإيمان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا على الطهارة وعلى النظافة، فحافظوا على نظافة بلدنا. يعني مو أنت جايب لأولادك الله يخلي لك إياهم تطلع على القلعة فوق تنبسط وتجي تدل لي كاس من القلعة من فوق لتحت، ترى منظر ما له حضاري وما بليق لا بعاداتنا ولا بتقاليدنا ولا بليق بالحموية ولا بالسوريين، ما بليق فينا. كل الشكر للبلدية اللي اجت وخاطروا بحياتهم، والله خاطروا بحياتهم لما طلعوا على هالجبل. ترى انا هلا هيك ما بحسن اطلع، انا اذا بدي اطلع 4 5 خطوات ترى بنزل واقع. كيف طلعت هالشباب ونظفوا القلعه؟ ما بعرف، رب العالمين يحميهم والله يكون معاهم والله يكون بعونهم. ونتمنى من اهالي حماه يحافظوا على شوارعنا وعلى نظافه بلدنا. تحياتي لكم.